ناخد كمان على التليفون الخبر اللي احنا قلناه في الاول. كابتن عمر خورشيد صانع الابطال، وقبل كده قدم لنا ايمن جلال واستضفناه على الهواء مباشره، وكان فاز ببطوله الكونغ فو العالميه الميداليه الذهبيه، في طريقه كمان لصناعه بطل جديد. ده من الاخبار الساره بجانب الاخبار الكارثيه اللي احنا بنقولها عن نادي المنيا. مساء الخير يا كابتن خورشيد. مساء الخير يا استاذ ممدوح، ومساء الخير يا استاذ خالد مصطفى. احسن صاحب في المنيا كلها يعني. الله يخليك كابتن. كابتن خورشيد، يعني اولا بنحييك انه يعني على الرغم من المشاكل اللي حضرتك تعرضت ليها مع ايمن البطل اللي فاز بميداليه، ووعود من المحافظ السابق بتدعيمه او بمكافئته، وفترات طويله جدا ما حدش اهتم لا من الشباب ولا من الرياضه ولا من المحافظه ببطل من الصعيد خد ميداليه عالميه. لكن يبدو كمان حضرتك قررت ان تكون يعني او تمشي في نفس الطريق، ان انت تصنع ابطال. على حسب الخبر ما بيقول احنا عندنا بطل جديد. مين البطل الجديد القادم يا كابتن؟ ان شاء الله البطل الجديد القادم كابتن رامي، وان شاء الله كابتن رامي في رابعه كليه تجاره، ولاعب واعد وصاعد من اللعيبه الكويسه، وامكانياته البدنيه والفنيه عاليه، وننتظر منه القادم ان شاء الله يكون احسن، وان شاء الله يكون زي ايمن باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله. انت عندك امكانيات يا كابتن خورشيد؟ لا مش يعني امكانيات ماديه، ان انت تجهز لعيب عشان يكون بطل محتاج امكانيات، محتاج موارد، محتاج تغذيه، محتاج معسكرات، محتاج ادوات واجهزه. كل ده متوفر ولا لا؟ طبعا كل ده متوفر بفضل ربنا ثم المؤسسه العسكريه، لان احنا بنلعب باسم المؤسسه العسكريه. تمام. بتدعمنا وبتدينا كل الامكانيات اللي احنا متاحه اللي احنا عايزينها، من معسكرات، من ادوات، من تغذيه، من فيتامينات، كل حاجه متوفره لنا بالنسبه للمؤسسه العسكريه. نادي عريق ونادي كبير، والقوات المسلحه معروفه يعني. طيب انا حاجه احسن منظومه في البلد كلها القوات المسلحه. تمام، ده حقيقي. طب انا هاخدك بس ثانيه واحده، هاخدك عندنا خبر. انت طبعا عارف المشكله اللي حصلت بتاع بطل الكونغ فو لما كان في بطوله ورفع الشاره بتاعت الصوابع دي، كابتن محمد يوسف. يعني النهارده في خبر كمان، الخبر الاخير لو امكن زميلنا مصطفى نادي ينزله دلوقتي، انه شاره رابعه يعني قد تطيح باتحاد الكونغ فو. اولا تعليقك على سلوك اللاعب في مثل هذا الموقف، ومن المعروف والمعلوم. اتفضل. احنا المفترض بنلعب رياضه، مالناش دعوه بالسياسه خالص. احنا دي منظومه رياضيه، ودي حاجه رياضيه، مالناش دعوه احنا بالسياسه. صحيح. لا احنا تبع فلان ولا تبع علان، احنا بنمثل بلدنا، بنمثل مصر. احنا بنلعب رياضه بس، مالناش دعوه بالسياسه اصلا. وهي مش مسألة سياسة يا كابتن خورشيد، هي المسألة انه اي واحد في الدنيا ممثل لبلد اول حاجة بيرفع علم بلده، زي ما حصل قبل كده في كل البطولات. كرم جابر كان العلم المصري، وشفنا الحركة اللي عملها مع المدرب بتاعه، اللاعب المنتخب، الجمهور في المدرجات. لكن انت تروح يعني بتتاجر بينا مثلا وبتتاجر بالوطن قد كده. العلامه 4 اصبع دي بقت تساوي العلم الاحمر والابيض والاسود والنسر اللي في النص. يعني شيء في الحقيقه، يعني اعتقد انه يعني العقوبات غير كافيه في الحقيقه، العقوبات الاداريه على الاقل اللي ممكن تتخذ، لانه المفروض انه اعتقد انه حضرتك بتعمل كده، انك بتغرس في البطل اللي انت بتربيه، بتغرس فيه انتماء للبلد. طبعا انتماء، لازم يكون عنده انتماء للبلد وانتماء للعالم وانتماء للبلد اللي بيمثلها، لان هو بيمثل منتخب مصر، ما بيمثلش نفسه. صحيح. انا بشكرك يا كابتن خورشيد، ونلتقي ان شاء الله على خير مع حضرتك، وتكون مقدم لنا بقى بطل جديد، ونستضيفك في بطوله كده، وتقدم لنا الولاد الجمال اللي حضرتك بتقدمهم للفتره الجايه ان شاء الله.